السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول في نبي من أنبياء بني إسرائيل لفظ بالصلاة والسلام على نبي آخر الزمان، يعني قال اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي آخر الزمان اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ نبي بني إسرائيل حبقوق عليه السلام. كان في وقت قبل السبي وقبل دخول بخت نصر لمنطقة القدس وبلاد الشام كلها، فجه بيتنبأ بيقول بيكمل نبوءة سيدنا موسى. سيدنا موسى قال جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبل فاران، إشارة إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. والنهاردة كمان حبقوق بيذكر فاران، فبيقول لك يجيء الرب من تيمان. تيمان دي يا إما رايحة للمسيح عليه السلام لأن هي بلد في فلسطين، بلد سعير أو أدوم اللي هو عيسو اللي كان قاعد فيها المسيح عليه السلام، فإشارة إلى إنجيل المسيح المتمم للتوراة. فيجيء الرب إلى من تيمان، أو تيمان دي بلاد الحجاز، فإشارة للنبي الخاتم. يجيء الرب من تيمان والقدوس من فاران. فاران ما فيش شك غير إنها من بلاد الحجاز وهي مكة. فلما يذكر النبي الخاتم اللي هيجي من فاران يقول لك القدوس من فاران، يقف وربنا يأمره يقول له إيه؟ صلي. فالكلمة اسمها سلاه؟ لا، الكلمة اسمها صلاة. يعني في هنا صلاة، مأمور يا حبقوق ان انت تصلي لان انت ذكرت النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. والقدوس من فاران صلى الله عليه وسلم. جلاله غطى السماوات. ومين زي دولة الإسلام اللي هدمت دولة الفرس والروم ومشرك العرب وملأت تسبيحه الأرض؟ قول لي مين زي المسلم اللي من أول صلاة الفجر وهو مقضيها تسبيح، أذكار الصباح والمساء، التسابيح في الصلاة، التسابيح خلال اليوم، التسابيح قبل النوم. فهي التي ملأت الأرض تسابيح المسلمين طبعا أو الدولة الإسلامية. عرفت دي نبوءة حبقوق النبي، نبي بني إسرائيل عليه السلام، بنبوة النبي الخاتم المسيا المنتظر، المسيح لليهود محمد صلى الله عليه وسلم.